السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الحلوين تابعينا الجمال. دلوقتي هنعمل معاكم سمك مقلي النهاردة ورز صيادية. حطينا التوم اهوت على قد السمك اللي احنا عاملينه. قطعنا قرنين فلفل احمر. الفلفل الاحمر بصراحة طعمه بيبقى روعة في السمك بالذات، احلى من الفلفل الاخضر. حتى انا بجيب احطه في الفريزر. حطيت كمون اهوت، حطيت ملح، دقيتهم اهوت، وبعدين اديناهم نص ليمونه كده عصرناها عليهم، تخلي تتبيله السمك روعه وجميله. هندي السمك كده إيه فتحتين صغيرين كده من الجنب عشان التتبيله تخش جواهم كده يبقى طعمه حلو. انما اذا كان على السوا فالسمك مش كبير قوي، يعني هيستوي. فانا بديهم بس الخبطتين دول كده عشان ان هو بس يبقى يشرب معانا من التتبيله ويبقى طعمه حلو. هنبدا بقى نتبل السمك اهوت. تحط التتبيله كده في السمكيه كده بالعرض كده، مش تحطها في النص كده وخلاص وتسيبها، لا تفتحيها في قلبها كده، تحط التتبيله في قلبها كده وتفتحيها كده. والليمون طبعا زي ما قلت لكم بيخلي ريحته حلوه جدا، طعمه جميل. السمك بسم الله ما شاء الله نضيف وابيض زي الفل، سمك بحري حلو احنا جايبينه جميل. اخويا كان في الاسماعيليه وجاب لنا معاه وهو جاي. انا عامله على قد انا وماما، محدش بياكل السمك ده غير انا وماما، فقلت اعمل كده على قدنا وخلاص. والله وفاض مننا كمان، اصل الواحد هياكل ايه، خصوصا المقليات وكده. طبعا انا تبلته وحطيته في التلاجة قبل ما اجي اقليه بقى براحتي. نعمل بقى رز الصيادية. حطيت زيت، طبعا مش هحط سمنه خالص عشان الرز الصيادية ده بيحب يبقى يتنه مفلفل كده وبتاع، انما السمنه يخليه مدهن. حمرتها لغايه لما وصلت للون دوت. البصله طبعا ايدي معاها باستمرار والنار متوسطه. نزلت عليها قولي بمعلقه كركم صغيره كده، واديها تقليبه كده مع بعض. هنزل بقى بالرز. الرز دوت انا نقعاه ربع ساعة بس او 10 دقايق بالكتير. انا غسلته وحطيت عليه المية، وبعدين ابتديت احمر البصلاية. خلصت البصلاية ورحت مصفيه على طول اهوت. اديته تقليبة خفيفة كده عشان منهريش معانا. ديت معلقة ملح سعودي صغيرة، انا حاطة معلقة كده صغيرين معانا. دوت الملح، ملح سعودي يا جماعة زي ما قلت لكم كده بيخلي طعم الرز والاكل بصراحة جميل. نزلت بمية سخنة، ما بحطش انا مية ساقعة على الرز خالص، مية سخنة طبعا بتخلي الرز يغلي على طول ويفلفل معايا. انا كده الوقت اهو هدوق حدق دلوقتي، حدق الرز اشوفه مظبوط ولا عامل ايه. لقيته تمام. هغطي عليه بقى، واول ما يغلي يتشرب كده اروح مهديه على الاخر. اهو كده استوى اهوت. انا ببص عليه لقيته استوى. هطفي عليه دلوقتي. بسم الله ما شاء الله الرز جميل. بص الرز مستوي واحده بواحده ما شاء الله عليه، مفلفل وجميل. طفينا عليه كده بقى. هنعمل بقى السمك كمان. جبت حبة الدقيق وحطيت عليهم معلقة صغيرة كمون. بحب اتبل الدقيق، لما بتتبلي الدقيق تيجي تلاقي السمك كله طعمه روعة. دي برضو معلقة ملح سعودي صغيرة، معلقة صغيرة اللي هي بتاعة الايس كريم دي اللي البلاستيك، انا حطهم في العلب يعني. وحطيت سنة ملح برضو مش كتير، وحطيت حبة كركم. لما بتتبلي التتبيلة دي السمك بيبقى طعمه روعة، بيبقى مملح من بره ومن جوه وكل حاجة. قلبته على بعض اهو. هندقق بقى السمك كده، نعمله في الدقيق. يا جماعه، ونروح نافضينه كده من على ظهره عشان ما ينزلش التتبيله اللي جواه. تنفضيه كده عشان ما يبقاش فيه دقيق، عشان ما يحرقش الزيت. تبليه تتبيله حلوه، وبعدين تقلبيه في الدقيق حلو. بعد كده تنفضيه على ظهره كده بالراحه. طبعا انا تبلتهم كلهم مره واحده عشان هما حبه صغيرين مش مستاهلين، انما لو عندي كميه هتبل حبه حبه كده. الزيت معانا سخن اهوت. هنزل بالسمك معانا اهوت.
حطيت نص ليمونة زي ما هي، دي بتشيل زفارة الزيت وبتخلي الزيت ريحته حلوة، وزفرة السمك بتخلي مفيش زفرة خالص. اهوت السمك معانا، خلصنا اهوت. ادي السمك معانا بالهنا والشفا. فرغت طبقين الرز اللي انا وماما اهوت. بس مش كنا حابين نعمل سلطة النهاردة، قلنا هنحط بس طبق مخلل جنب الاكل وخلاص. بالهنا والشفا.